السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض بطاطس باللحمه بطريقه جميله جدا في حله واحده تطلع معانا بالجمال ده، وهنعمل رز بشعريه وهنعمل سلطه بلدي. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل حضراتكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا نص كيلو من اللحمه، هبتدي ان انا اقطعها مكعبات بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كده خلاص قطعنا اللحمه بمكعبات بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نقطع الخضار، واكون مجهزه معايا 2 بصله متوسطه الحجم، هبتدي ان انا اقطعها مكعبات صغيره بالشكل ده. بجد يا جماعه جربوا الوصفه دي، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها على طول، لان هي فعلا في منتهى الجمال، سهله وبسيطه، وهتستوي معانا كل حاجه في حله واحده، مش هتاخد معانا حلل كتير او مجهود. بجد بسيطة جدا وطعمها جميل جدا. ممكن ناكلها مع عيش بيتي ومخلل وسلطة خضراء، وممكن ناكلها مع رز بشعرية. بعد ما قطعت البصلة مكعبات صغيرة بالشكل ده، نبتدي ان احنا نقطع الفلفل بالشكل ده. انا هنا عندي فلفل رومي احمر وعندي فلفل اخضر، ابتدي ان انا اقطعهم بالشكل ده. بعد ما قطعنا الفلفل مكعبات صغيره بالشكل ده، نبتدي ان احنا نقطع الطماطم مكعبات صغيره اللي نخلص الكميه كلها بالشكل ده. بعد ما قشرت البطاطس بالشكل ده، نبتدي ان احنا نغسلها كويس تحت الميه. بعد كده نبتدي ان احنا نقطعها مكعبات كبيره عشان تقدر تستحمل معانا السوى وما تتهريش مننا بسرعه. بعد ما خلصت كميه تقطيع الخضار كله بالشكل ده، نبتدي ان احنا نجيب حله ونحطها على النار وننزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات، وابتدي انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت. وبعد كده ابتدي ان انا انزل عليها اول ما السمنه تسخن معانا كويس، ابتدي انزل عليها بقطع اللحمه بالشكل ده. واول ما اللحمه تاخد معانا لون، نبتدي ننزل عليها بعود قرفه بالشكل ده ونقلبها كويس بالشكل ده. بعد كده ننزل عليها بورق لوري. معايا هنا 2 من ورق اللوري، ابتدي ان انا انزل على اللحمه بالشكل ده. واول ما اللحمه خدت معانا صدمه وغيرت اللون بتاعها بالشكل ده، نبتدي ننزل عليها بالبصله اللي احنا مقطعين مكعبات صغيره بالشكل ده. واول ما البصله بدات تدبل معانا، نبتدي ننزل عليها بالفلفل اللي احنا مقطعين مكعبات صغيره بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نقلبهم كويس مع اللحمه بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ننزل عليها بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره بالشكل ده ونقلبها كويس بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليهم بالتوابل. معانا نص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، رشه بلح جوز الطيب، ونص مكعب مرق دجاج، وربع معلقه كمون. وبعد كده نبتدي ان احنا نقلب التوابل كلها كويس مع اللحمه بالشكل ده. واكون مجهزه معايا ميه مغليه من الكتل، وابتدي ان انا انزل عليها على اللحمه بالشكل ده. احنا هنا مش بنزود السوائل على اللحمه، احنا هنا بننزل بالميه بالتدريج. كل ما اللحمه تبتدي ان هي تشرب معانا الميه، نبتدي ان احنا ننزل عليها شويه بشويه، مش بننزل عليها مره واحده، عشان لما احنا بنسويها بالطريقه دي بيعمل معانا صوص جميل جدا. بنزل عليها بكميه ميه قليله، وبعد كده بتابع اللحمه ان هي خلصت كميه الميه دي، ببتدي ان انا ازودها شويه بشويه لغايه ما توصل معانا للمرحله ديت. اول ما وصلت معانا للمرحله دي، ابتدي انزل عليها، وهي في المرحله دي بدات توصل معانا لنص سوا، نبتدي ننزل عليها بالبطاطس بالشكل ده، ونقلب البطاطس كويس مع اللحمه ونسيبها تتسبك معانا. وبعد كده نبتدي ان احنا نضيف عليها ميه ونضيف عليها الملح. كده خلاص اللحمه بدات تدخل معانا في السوا، نبتدي ننزل عليها بالملح ونظبط ملحها. وبعد كده نبتدي ننزل عليها بشوية مية عشان نسوي البطاطس ونكمل تسوية اللحمة معاها، ونسيب البطاطس تستوي مع اللحمة بالشكل ده. وكده البطاطس استوت مع اللحمة بالشكل ده. شايفين ما شاء الله جميلة ازاي؟ بجد الصوص بتاعها رهيب جدا. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا وهتدعوا لي عليها بجد. شايفين ما شاء الله البطاطس باللحمة جميلة ازاي؟ شايفين الصوص الجميل ده؟ بجد الصوص بتاعها رهيب جدا. ينفع ناكلها بالعيش البيتي او ينفع ناكلها بالرز بشعريه. انا النهارده استخدمت معاها الرز بالشعريه. شايفين ما شاء الله جميل ازاي؟
وعملت سلطة بلدي، وكمان الاكلة دي بتحب المخلل البلدي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.